رسالة، سواء كان المقروء المسموع أو المرئي. فلذلك يعني علينا يعني نركز على هاي القضايا. وقضية مثلا أنا قلت لك ذكرت لك يعني قضايا مثلا على مستوى ديالى كان هناك يصير اغتصاب ولواط وتصوير وبالتالي تهديد. محصنة، امرأة محصنة يزني بها يغتصبوها وبالتالي يدزوها انتحارية تحت أنواع التهديد. زين الآن الدين، احنا ديننا هذا الإسلام العظيم يعني ممكن أن ينتشر مثل هكذا عقيدة، مثل هذا فكر، مثل هكذا أسلوب. زين وين لغة الحوار؟ الحوار يعني الدين الإسلامي أول ما وجادلهم بالتي هي أحسن. لا هم متجاوزين يعني موضوع الحوار. لا القضية مو مسألة أخلاقياتهم نرجع لها. إذن احنا خلينا نركز على أخلاقيات القاعدة. صحيح. على أخلاقيات البعث. فلذلك احنا بنقول البعث البعث البعث، لا مو من فراغ، احنا بدنا نذكر مئسات 35 عام. العجب العجاب يعني كان يكتله وياخذ الطلقه. زين كان يكتله وياخذ الطلقه ويقول له لا تسوي فاتحه يدفنه. شفناهم بالمقابر الجماعيه، حتى الدمى مال الاطفال طلعت مدفونه، حتى هاي الخرز الدعابل الصغيره مال الاطفال لقيناها. اذا اخوان احنا امام فكر يعني دموي ظلامي، يجب التثقيف عليه بتروي. يعني أنا مسألة قضية الاجتثاث، هل هي أشخاص، هل هو فكر، هل هو مشروع، احنا نعم نركز عليها. لا زالت عالقة، لا زالت تستخدم، لا زالت تستثمر. القاعدة البعث والبعث القاعدة، هذا منطلق واحد. أنا ما أعتقد احنا نختلف أنا وياك بهذا الجانب. يعني فلذلك متفق يجب أن تكون رسالة الإعلام موجهة بهذا الأسلوب. أولا رفض كل الأساليب الشاذة، يعني تقريب وجهات النظر، مسألة الحوار، مسألة النقاش، قضية الانفتاح على الآخر. زين هاي الأساليب تعرية كشفها. هاي الأساليب تعال أجيب لطفل آني محبط ما أدري شنو محارب أروح أجيبه أنقله منا أخليه يم الأخ. زين هذا اللي يعني والله يعني دليل مثل ما يعني كشف أخجل أن أصف يعني. خلي نوقف بعد بالإعلام. أستاذ محمد ثروت، يعني احنا نتحدث عن بعض وسائل الإعلام المغرضة للعراق واللي تبث الموت للعراق، وأنت تقول أنه يعني يفترض على الجانب العراقي بقانون الإرهاب أن يضع حد لهكذا وسائل إعلام. اليوم أجهزة الأمن العراقية كشفت مخططات كبيرة لمس دول الجوار. هاي دول الجوار هي متهمة بتصدير القاعدة للعراق، ومثل ما يقول أنه انقلب السحر على الساحر، أنه الآن القاعدة بالعراق تخطط لعمليات انتحارية إجرامية كبرى بهذه الدول. الآن كشف هيك مخططات لدول الجوار العراق، بعض دول جوار العراق، ألا يكشف حسن نية العراق بالتعامل معها؟ نعم، أعتقد أن هناك بعض أفكار لدول الجوار، لا أريد أن أسمي دولا أو حكومات، تريد الإبقاء على العراق ضعيفا. العراق يعاني العنف، يعاني من الإرهاب، عمليته السياسية هشة، بنيته الاجتماعية يغلب عليها طابع العنف والمحاصصة والتحريض. هذه الدول كما تفضلت تقوم بعملية دعم مباشر كما قلت من بعض الفضائيات على أراضيها. هذه الفضائيات واضحة في برامجها، بل إن بعض مواقع الإنترنت تبث من بعض دول الجوار. بعض المنتديات التي تستخدمها القاعدة تبث من بعض دول الجوار، ولا يمكن أن تبثها دول صديقة للعراق. لا يمكن أبدا أن تبث هذه المواقع أو هذه المحطات الفضائية دول تحب العراق وشعبه. النقطة المهمة أن بعض دول الجوار التي انقلب السحر على الساحر وانقلبت تحالفاتها السابقة نتيجة الفكر التفكيري المتغلغل داخل تنظيمات القاعدة، ونتيجة انقلاب تحالفات بعض هذه الدول مع منظرين من خارج تنظيم القاعدة ومتعاطفين معهم، انقلبت إلى عمليات ومخططات ضد هذه الدول. فما لم تنتبه الأجهزة الأمنية في تلك الدول إلى ضرورة الكف عن دعم التيارات التكفيرية ودعم هذه التيارات الإرهابية، سينقلب السحر على الساحر ويتحول إلى عمليات كان آخرها عملية دمشق، طبعا تفجير
بالقرب من السفارة الإيرانية في دمشق. نعم. وكان تفجيرا غريبا وفي توقيته وفي التكنيك الذي حدث. مهما قيل أنه إطار أو غير إطار، هو أمر أيضا لا يستبعد أن يكون من عناصر مجهولة الهوية. نعم أستاذ أيضا هناك مسألة مهمة، تفضل، وهي مسألة التحريض الإعلامي ضد الشيعة وضد بعض التيارات الطائفية في هذه الفضائيات. نعم. أسفرت عن تدمير مسجد الإمامين العسكريين في سامراء وعمليات أخرى. يجب على هذا التحريض أن يتوقف. جميل. يجب على التحريض على الاقتتال الطائفي في دول الجوار ضد العراق نعم. أن يتوقف. يجب على هذه الدول أن تعيد مراجعة حساباتها وأن تعيد التفكير في استراتيجيتها وفي تحالفاتها مع هذه. نحن واثقين أستاذ محمد أنه الشارع العراقي الآن وقبل فترة أنه هو فاهم للموضوع كله. أنا شكرك على هذا التوضيح. قبل يعني بالدقيقتين الأخيرة أستاذ عباس، يعني هنالك مفارقة، بعض دول الجوار تدعم العملية السياسية بالعراق. الآن بعد قطع رؤوس القاعدة بالعراق، الأجهزة الأمنية تكثف حماياتها وجهودها واستنفار لحماية الحدود بين العراق ودول الجوار، خوفا من تصدير بعض زعماء الجدد للقاعدة وتصدير مقاتلين للقاعدة. شلون تقرأ هاي المفارقة بين الدعم للعملية السياسية وبين خوفا من تصدير؟ يبقى الملف الأمني أستاذ نصير، يبقى الملف الأمني الورقة الأكثر أو الأوفر حظا لجميع الأطراف الإقليمية ولا العربية ولا العالمية بالضغط على الحكومة العراقية أيا كانت تلك الحكومة وأيا كان توجهها، إلا إذا ما كانت بحثية طبعا فسيكون كلام آخر. يعني اليوم عمليات بغداد تعلن عن خطط جديدة، تغيير باستراتيجيات الخطط، بداية إنشاء سور بغداد الأمني، تغيير بوجود عناصر من قوات مكافحة الإرهاب بالشارع، بداية العمل بموضوع الكلاب البوليسية لكشف المتفجرات. هاي استراتيجية وقتها الآن لو جاءت متأخرة أستاذ عباس تعتقد؟ هي طبعا هي حسب الإمكانيات المتاحة، وإلا ما أعتقد إذا ما توفرت الإمكانيات المادية أكو قصور. لكن أنا بقضية السور بغداد، يعني أنا أتمنى أن يكون هنالك سور إلكتروني. ترى قيمتها ب$16,000 السيارة السونار. زين، هاي حاول أنشرها على حول بغداد وحول الطرق الرئيسية والفرعية وحتى النيسمية على شكل مفارز متنقلة، وأيضا يعني أشبه بالسور الإلكتروني. يعني ما راح تكلفنا 25 30 ب 16 اضربها شوف ايش قد يصير المبلغ. زين، راح يصير سور واضح. أيضا إجراءات أخرى ممكن من شأنها أن تقلل أو تطوق حركة الإرهاب عموما يعني، وبالتالي القضاء عليه، وإن شاء الله هو يلفظ أنفاسه الأخيرة. أنا أعتقد الملف الأمني هو من أهم الملفات اللي يعني تتركب عليه أو يترتب أثر على الملفات الأخرى. الملف الأمني إلى الملف الاقتصادي إلى علاقة مهمة جدا بالملف الأمني. الملف الخدمي، الشركات، الانفتاح، حتى الدول. هناك يعني بعض الدول السياسة الخارجية، بعض الدول ما جت سفراءها ولا دزت سفراءها تحت ذريعة أنه الوضع الأمني غير مستتب بالعراق. فلذلك أنا أتمنى على الأخوة القائمين بالأجهزة الأمنية يعني التركيز وبذل جهد أكبر فوق ما يبذلوه إن شاء الله، وهذا جهد مثمن ومقدر في هذا الملف الأمني لينعكس آثاره الإيجابية على جميع الملفات. يعني جاي نشهد يوميا دق مسمار في نعش القاعدة بالعراق. نعم، هذا واضح. هذا يخوف من ردة فعل قوية للقاعدة بأعمال إرهابية جديدة كبرى. أنا أقول يعني سبق وأن أشرنا إلى التحالف بين القاعدة وبين البعث. أنا أقول يعني مثلا العمليات الأخيرة اللي صارت يعني ما بعد ضربة بغداد والمصري اجت وكأنما يعني عملية منعشة أو تبعث برسالة إلى الرأي العام أنه لا زالت القاعدة هي بخير وتعمل أقول الحذر من البعث وأساليب البعث والقاعدة، وأيضا التركيز على العناصر القلقة والمواطن القلقة التي يتواجد فيها البعث ومن تبعث من هذا البعث العبثي. نعم، عندهم كنوز من المعلومات الآن الأجهزة الأمنية. شكرا لك أستاذ
عباس الكنوز الزيدي. بالمعلومات، واكو نعم. مثل عندنا يقول المعلومة ما تعجبك ما تفشخك. جميل جميل، شكرا لك. عدم التفريط بالمعلومة اعتقد هو كفيل بتحقيق انجازات. الاستاذ عباس الزيدي الخبير الاستراتيجي شرفتنا، شكرا لك. تحياتي لكم. وشكر الجزيل من القاهرة الاستاذ محمد ثروة الخبير الاستراتيجي، شرفتنا بطروحاتك. مشاهدينا شكرا لكم لبقائكم معنا طيلة هذا الوقت المباشر من العراقية. بما الله.